مبروك للأهلي وجماهيره الفوز بالسوبر المصري. كأنه كرة قدم حبت تكافئ وتفرح جماهير الأهلي زي ما فرحت جماهير الزمالك بالسوبر الأفريقي. سوبر للأهلي وسوبر للزمالك. والحقيقة أحب أحيي الأهلي والزمالك على المباراة الممتعة والمثيرة اللي شفناها النهاردة. مباراة فعلا تستاهل تبقى قمة وديربي الكرة المصرية. مباراة شرفت الكرة المصرية قدام العالم كله. والحقيقة زي ما انتقدنا كولر في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا لازم نشيد بيه في هذا اللقاء. ليه؟ لأنه تفوق على جوميز في مجمل لحظات اللقاء، وقدر بتشكيلته المميزه اللي لعب بيها في خط الوسط النهارده ان هو يسيطر على وسط الملعب ويحرم الزمالك من نقطه قوته الاساسيه، وهي الاستحواذ على الكره والتناقل السلس والخروج السلس بالكره من الدفاع للوسط والهجوم. واشوف ان تشكيله خط الوسط اللي لعب بيها النهارده كلها هي الانسب للاهلي في الفتره القادمه، وهي مروان عطيه في مركز 6 وقدامه 2 تمانيات احمد حسن كوكا وامام عاشور. شفنا امام عاشور لما رجع من مركز الجناح لمركز رقم 8 شكل خطوره النهارده وعمل بعض الفرص. شفنا كمان احمد حسن كوكا ازاي بتناقل الكرة بسهولة، وازاي الباصات بتاعته سليمة، وازاي كمان بيقدر يلعب بين الخطوط. وتأكيدا لكلامنا على سيطرة الأهلي على وسط الملعب، التغيير اللي قام بيه جوميز في الدقيقة 35 بنزول مشلاك مكان زياد كمال اللي كان نقطة ضعف واضحة في خط وسط نادي الزمالك. نزل مشلاك لعبه مكان ناصر ماهر وجاب ناصر ماهر في مركز 8 ورجع شحاتة في مركز 6. وشفنا ان التغيير ده عمل بعض التأثير الجيد على خط وسط نادي الزمالك، وقدر نادي الزمالك بعدها من الدقيقة 40 قدر يمسك كرة وشكل بعض الخطورة على مرمى النادي الأهلي. الحقيقة تشكيلة كولر بشكل عام في اللقاء كانت مميزة جدا، وانا كنت اختلف معاه في تفصيلة واحدة وهي نزول طاهر في مركز الجناح الايمن. كنت اشوف ان رضا سليم او بيرسي تاو مع انه مش في احسن مستوياته بس كان هيأدي احسن من طاهر محمد طاهر، ولكن ربما شاركوا كولر في هذا المركز لانه بيقوم بالواجب الدفاعي افضل من رضا سليم وافضل من بيرسي تاو عشان يوقف الباك الشمال الخطير لنادي الزمالك محمود بن تايك. الاهلي بدأ اللقاء بضغط عالي على نادي الزمالك، وقدر في اول ربع ساعه ان هو يشكل خطوره كبيره ويضيع انفرادين عن طريق حسين الشحات، وكمان كان في كره لوسام ابو علي اللي لو كان عملها باك باص لحسين الشحات كان ممكن تبقى هدف. الحقيقه هنا ما نقدرش نلوم كولر وصل الفرقه وخلى الفرقه تشكل خطوره كبيره، ولكن هنا اللوم على اللاعبين اللي ما قدرتش انها تستغل الفرص. كان ممكن لو استغلت الفرص المباراه تنتهي في الشوط الاول، كان ممكن الاهلي يخرج 2-0 ويسيطر على اللقاء ويخلص اللقاء من الشوط الاول. الزمالك ما قدرش ان هو يجاري ضغط الاهلي القوي واصراره على الفوز باللقاء، وتحس الزمالك ومدربه جوزيه جوميز كان عايز يخرج اللقاء لضربات الجزاء الترجيحيه اللي قلنا قبل كده انها نقطه قوه للفريق، ولكن ما نجحش المخطط اللي كان بيلعب عليه جوميز. ولكن يحسب لجوميز ان هو زي ما قلنا تدخل سريعا في الدقيقه 35 وعدل من تشكيله خط الوسط لما حس ان الاهلي مسيطر عليه، وده حال المدربين البرتغاليين اللي لما بيشوف غلط بيصلحوا بسرعه، عكس المدرب السويسري مارسيل كولر اللي بيحب التغيير في اخر فترات الشوط الثاني. بالرغم ان جوميز عمل تغييرات كتير سواء في المباراه او في الاشواط الاضافيه، ولكن التغييرات دي ما اضافتش كتير بالنسبه للزمالك. اعتقد كان افضلهم محمد السيد الناشئ، هو اللي كان شويه حسيت ان هو اثر في اداء الفريق وما كانش هايب الموقف وما كانش خايف من اللقاء، وبصراحه خامه مبشره جدا. واحيي نادي الزمالك واشوف ان نادي الزمالك لازم يدي الفرصه لمحمد السيد في الفتره المقبله. وعلى مستوى الافراد لعيبه النادي الاهلي النهارده قدمت مباراه كبيره جدا. يعني شفنا اكرم توفيق في مركز الباك اليمين، تحس ان المركز ده وحشه، ادى اداء قوي جدا وبيبرهن ان هو افضل ظهير ايمن في الاهلي يمكن بعد محمد هاني. يعني انا برايي ان هو افضل من عمر كمال وافضل من خالد عبد الفتاح، وفرق كتير جدا النهارده مع النادي الاهلي في مركز الباك اليمين. كمان يحيى عطيه الله اللي بيعود لمستواه النهارده وبيقدم مباراه كبيره جدا سواء على المستوى الهجومي وكمان على المستوى الدفاعي. وشفنا الكره اللي انقذها من سيف الجزيري وانقذ الاهلي من هدف مؤكد لنادي الزمالك. وعلى الصعيد الدفاعي كمان شفنا ياسر ابراهيم اللي قدم ماتش كبير جدا النهارده وقدر يرجع مستواه ويبرهن ان هو يستحق مكان اساسي في دفاع النادي الاهلي. والحقيقه هنا في علامتين استفهام على اداء النادي الاهلي النهارده. علامه الاستفهام الاولى وهي هبوط المستوى البدني في الشوط الثاني، وده ملاحظينه في المباريات الاخيره للنادي الاهلي. الحقيقه لازم النقطه دي الجهاز الفني واداره النادي الاهلي تاخد بالها منها، لان الزمالك شفناه بدنيا النهارده في الشوط الثاني كان اقوى من النادي الاهلي. والحقيقه انا مش لاقي لها مبرر، لان انت يعني في بدايه الموسم لسه، واللعيبه عكس المواسم اللي فاتت خدت راحه اسبوعين او 3 اسابيع قبل بدايه الموسم، فمش قادر الاقي مبرر لسوء الاداء البدني للنادي الاهلي في الشوط الثاني. كمان علامه استفهام كبيره جدا عن بديل وسام ابو علي. يعني شفنا وسام ابو علي لما خرج النهارده وبعد عقوبه كهربا مين اللي ادى الدور ده؟ بيرسي تاو ادى شويه، وشفنا طاهر الماتش اللي فات ادى الدور ده، وشفنا قفشه النهارده شويه ادى الدور ده. يعني ما عندكش راس حربه صريح يأدي مكان وسام
وسام ابو علي. طب لا قدر الله لو وسام ابو علي اتصاب هتعمل ايه؟ الاهلي بيشارك في بطولات كتير ولازم يبقى عندك بديل واثنين على نفس مستوى اللاعب الاساسي. كمان انت لما تجيب بيرسي تاو او طاهر محمد طاهر او رضا سليم او ايا كان الجناح اللي هتلعبه مكانه، هتخسر مكان جناح اللي انت اصلا عندك عجز فيه. اشوف ان كان لازم الاهلي يدعم بيه راس حربة قوي وسريع جنب وسام ابو علي عشان الاستحقاقات الكبيره اللي داخل عليها النادي الاهلي الفتره الجايه. واجمالا كده على مستوى اللقاء نقدر نقول فاز اللي استحق الفوز، فاز اللي سعى اكتر للفوز وضغط اكتر وعمل فرص اكتر طوال اللقاء وهو النادي الاهلي. والدليل على كده ان شوف حتى كافراد تقدر تقول لي مين افضل لاعب في الزمالك النهارده؟ ما كانش فيه لعيبه بارزه في نادي الزمالك النهارده، على عكس النادي الاهلي اللي شفنا يحيى عطية الله متالق، شفنا اكرم توفيق متالق، شفنا خط الوسط متالق، شفنا ياسر ابراهيم ووسام ابو علي. الحقيقه الاهلي النهارده كنت تحس ان هو نازل مصر ان هو يكسب، والحقيقه الميزه كمان ان ده ما شكلش ضغط عليهم. يعني الاهلي برغم ان هو كان مصر ان هم يكسبوا انما ده ما شكلش ضغط كبير عليهم، قدموا اداء كبير النهارده. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. ان شاء الله هيبقى لينا الفتره الجايه فيديو مطول عن تحليل اللقاء وتحليل اداء الفريقين بشكل مفصل اكتر. انا قلت بس نبارك للاهلي وجماهيره النهارده ونشاركهم فرحتهم، وقلت اشكر الفريقين على اداء الكبير والمباراه الكبيره اللي قدموها النهارده وشرفت فعلا الكره المصريه. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.